السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاستبقاء العنصر البشري لا بد من الزواج، أو خلينا نقول لا بد من علاقة تجمع الطرفين ذكرا وأنثى، سواء كانت هذه العلاقة علاقة حلال أو علاقة غير حلال، أي علاقة محرمة حرام يعني. والزواج هو مؤسسة مهمة جدا لاستبقاء المجتمع البشري من جهة، ولإمكانية تربية الأولاد في جو يسوده قدر كبير من الهدوء ومن الإيجابية، وإمكانية إكساب الفضائل وإعطاء الأولاد خبرة تجعلهم قادرين على مكافحة أو على مواجهة تحديات الحياة. إنما زواج المسيار وهو نوع من أنواع الزواجات أنا تكلمت عنه في مكان آخر. هذا النوع من الزواجات مهم جدا، وتنطلق أهميته من أن هناك أشخاصا بالنسبة للرجال قد يكون غير قادر على تكاليف مؤونة الزواج، يعني عمره 20 25 26 سنة، والرجل يحتاج إلى الزواج، تكون مثلا عنده الشهوة قوية أو يخشى الانحراف أو في مكان مليء بالأوانس الحسان فيتزوج، لكن يتزوج امرأة كبيرة في السن أكبر منه، امرأة مثلا حول 40 تكون أكبر منه بيمكن 10 سنين 15 سنة 20 سنة ما أدري، وتصرف عليه وخلاص وانتهى الأمر. هذا النوع الأول من الرجال الذين يحتاجون للزواج المسيار، وهذه حاجة مهمة وملحة. النوع الثاني من الرجال هم أولئك الأشخاص اللي هم كبار في السن وعندهم مسؤوليات وعندهم علاقات اعتبارية ومهمة جدا، ما يبغون إنه أحد يعرف أنهم تزوجوا، أو يمكن متزوج من واحدة مهمة جدا على الصعيد الاجتماعي ولا على الصعيد السياسي، لو درت أنه تزوج حتطين عيشته حتجننه حتبهذله، ممكن تدخل السجن إلى ما هنالك. فيقول لك طيب أنا هذه المرأة اللي قاعدت لي كذا كأنها يعني سجان أو شيء، أنا ماني مرتاح معاها جنسيا فودي أتزوج. راح يتزوج، لكن يتزوج ويحيط زواجه بقدر من السرية وانتهى الأمر. أما البنات فلا يتزوج من البنات إلا من غالبا من يعني فاتها قطار الزواج، أو أن امرأة أرملة أو مطلقة تريد البقاء مع أولادها ولا تريد إعلان الزواج خشية أن أبو الأولاد يجي يأخذ أولاده منها. أو نوع آخر من النساء وهي المرأة البنت الفقيرة المسكينة اللي ما عندها فلوس وتريد أن تغني أهلها، فتلاقي هذا الغني كبير في السن يقولوا عليه شقرداد أو شيء، تأخذه ويأخذون أهلها مبلغ من المال وانتهى الأمر. إنما في بعض الإشكالات الخاصة بالزواج. المشكلة الأولى هي نقدر نسميها الحقوق الاستنسابية. والحقوق الاستنسابية هي ما للمرأة من حقوق تستديم بها العشرة أو تستطيب بها العشرة، أو تكون العشرة معروفة، وعاشرهن بالمعروف. وهي 3 أشياء مهمة جدا: المبيت والنفقة والسكنة. المبيت في من بين وعاشرهن بالمعروف، والنفقة وبما أنفقوا من أموالهم، والسكنة أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. 3 الأشياء هذه هي حقوق استنسابية تتنازل عنها المرأة، لكن تستطيع أن ترجع عن تنازلها في أي وقت. وهذه ليست في ظني، أنا ما أدري، لكن هذه ما أعرف القوانين وكذا، إنما أنا في ظني أنها ليست شروط في العقد أو شروط لصحة العقد، لكنها أمور تقدمها المرأة
وتتنازل بها مراعية ظروف الرجل. كان مثلا رجل كبير ولا شيء، تكون خلاص بات عند عيالك وتستطيع أن تأتي مثلا في الظهر ولا في العصر ولا في أي وقت وأنت راجع من الدوام إلى ما هنالك. أو إذا كان رجل ما عنده فلوس، مسكين ضعيف، مبلغه ما يكفي الراتب حقه، تقول له النفقة ما نبغى منك نفقة نهائيا، على ما قال جورج سيدهم بمجهودك. والسكنة، كثير من النساء لا يشترطن السكنة بسبب إما أن تكون ترغب العيش مع أولادها أو أنها أصلا موظفة أو عاملة، فما تبغى تنتقل إلى سكن آخر قد لا يلائمها. إنما هذه الحقوق لو عادت عن اشتراطها ما نقدر نقول لها لا. وهذا المفروض عندنا. هذا ليش أنا سميت ثقافة زواج المسيار؟ لأنه هذه الثقافة التي يجب أن يكتسبها الرجل. يفهم الرجل إما مثلا في المحكمة أو المأذون الشرعي أو مدري مين هو، يقول له تراها هذه الحقوق اللي المرأة تنازلت لك عنها، تستطيع أن تعود عنها متى شاءت، وما تقدر تقول لها لا. فإن عادت عنها كنت على الخيار، إما أن تبقيها وإما أن تقول لها لا خلاص والله ما نقدر نواصل، ما نقدر نكمل. نجي عند المشكلة الثانية وهي الإرث. الإرث مهم جدا لأن الزواج من بين الاستحقاق للإرث. اقرأوا إن شئتم الآية 12 من سورة النساء: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. فلا بد من توثيق الزواج توثيقا قانونيا، في ظني أننا في زمن لا يكفي فيه الشهود، لأن الناس معتادون في الزمن هذا على كثرة الانتقال وكثرة الاختفاء. فلا بد من توثيق الزواج، ولا بد من تجريم عدم التوثيق. والمرأة اللي ما توثق زواجها هي المسؤولة عن نفسها. ليتحقق الإرث، ما تبغى الإرث هذا أمر آخر، لكن ليتحقق الإرث لا بد من التوثيق، شاء الزوج أم أبى. ما يبغى خلاص بلاش. وحتى بالنسبة للزوج اللي مرته تنفق عليه، يا أخي لو توفيت امرأتك، إما اللي أنت ماخذها مسيار، إما أنك تأخذ النص إذا ما كان عندها أولاد، ولا تأخذ الربع إذا كان عندها أولاد بشرع الله سبحانه وتعالى. فلا بد من التوثيق، والتوثيق لا يلزم منه الإشهار. كل معلومات الأسرة معلومات محاطة بالسرية، ما حد درى. الأمر الأخير هو الحمل. وإحنا قدامنا دقيقتين على التيك توك لأن يغلق. الحمل، شوف، الحمل أمرين يترتب عليه الاعتراف به. فالاعتراف به إذا حملت زوجتك من المسيار فأنت ملزم بالاعتراف بالطفل هذا شئت أم أبيت. جابت طفل، جابت طفلة، جابت له توائم، جابت اللي يكون، غصبا عنك تعترف لأنها زوجتك. إنما الأمر الآخر هو النفقة. هنا الاقتراح اللي أنا أطرحه، الاقتراح هو كالتالي: تبغين الحمل ما في مشكلة، أنسبوا إلي، ولكن هنا توقعين لي تعهد أنك تنفقين عليه من الألف للياء، خاصة بالنسبة للشباب اللي مساكين ما عندهم فلوس. تنفقين عليه من ألفه إلى يائه إلى أن يتخرج من الجامعة. أنا ما لي علاقة فيه نهائيا. وهذا في ظني يعد قرارا ملزما. هي اللي تتكفل بالنفقة، وبعد كذا تجيب ولد، ولدين، ثلاثة، كل طفل تأتي به تتكفل بالنفقة. ولكن الحقيقة من باب التقدير والاحترام، من المرأة إذا أرادت أن تحمل تقول رجالها أنا أبغى أحمل. وغالبا المرأة إذا أحبت زوجها سواء كان مسيار ولا غير مسيار أحبت أن تحمل منه، ورغبتها في الحمل دليل على حبها للرجل، وكذلك يترتب على ذلك حرصها على استدامة العلاقة الزوجية. ما تبغى تتطلق، تبغى تعيش، تبغى تكون أسرة. فالحاصل أنه زواج المسيار ليس عيبا، لكن هذه الأشياء من باب الثقافة يجب أن يتعلمها الزوجان. ومن الذي يعلمهم هذا الأمر؟ إما الكتابات الراشدة أو أثناء العقد. وما في مانع أن الواحد يصرح يقول والله أنا بتزوج زواج مسيار، ليعلم ويفهم، ولتعلم المرأة وتفهم، وليعلم أولياؤها ويفهموا الأحكام الشرعية والقانونية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.